الحمد لله رب العالمين. اللهم يا سامع الأصوات، يا مجيب الدعوات، يا منجح الطلبات، يا قاضي الحاجات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا كاشف الكربات، يا ولي الحسنات، يا راد ما قد فات، يا من لا تشتبه عليه الأصوات ولا تغشاه الظلمات، يا نور الأرض والسماوات. والصلاة والسلام على علم الهدى وشمس الضحى وبدر الدجى والآية الكبرى، سيد المرسلين وقائد الغر المحجلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وبعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود أنبئ أهل الأرض إني حبيب من أحبني، وجليس من جالسني، وأنيس من آنس بذكري، وصاحب من صاحبني، ومختار من اختارني، ومطيع من أطاعني. يا داود، ما أحبني عبد من عبادي ثم عرفت ذلك من قلبه إلا أحببت حبا لا يدانيه أحد من خلقي. يا داود، من طلبني بالحق وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني. فارفضوا يا أهل الأرض ما أنتم عليه من غرورها، وهلموا إلى كرامتي ومجالستي ومصاحبتي. فاتقوا الله عباد الله يرحمكم الله. وبعد، تبارك لكم وللأمة الإسلامية، لا سيما سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام، بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. يبارك لكم هذا اليوم العظيم، يوم الذي ولد فيه سر النبوة والإمامة، سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا من أجل العبادة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليلعبون وليعبدون. ليعبدون إن شاء الله واضحة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله سبحانه وتعالى يقول: واعلموا، خاطبنا إنه عباده، واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم، تتفاخرون بيناتكم، وتكاثر في الأموال والأولاد. إذن ليش الله يبين إن هذا الأمر؟ واعلموا، يعني هو شنو يريدنا؟ يريدنا إحنا نلعب، يريدنا نلهو، يريدنا نتفاخر بالزينة اللي عندنا ونتكاثر بالأموال والأولاد نتباهى؟ لا. يقول الله سبحانه وتعالى: هذه ترى الحياة الدنيا، ترى هذه مؤقتة. اعلموا أنما الحياة الدنيا، وسماها الدنيا لأنه يعلم أنها ليست بالعليا. وأزلفت الجنة للمتقين. أزلفت يعني صعدت، ارتفعت الجنة. أما الدنيا شو يسموها؟ دنيا، دنو، ناس. فاعلموا وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وأن الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون.
انتبهوا، عندكم عقل لو ما عندكم عقل. جاي ينبه الله سبحانه وتعالى: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو. ترى دير بالكم، انا جاء انبهكم وجاء اوضح لكم انتم عبادي، وانا اشفق عليكم من الام الرحيمة. امكم انما رحمة امكم جزء من رحمتي، جزء من آلاف الأجزاء من رحمة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان في هذه الحياة فترة يلعب بها، فترة الطفولة. ولذلك إخوة يوسف ارسله معنا، يقولون لأبوهم يعقوب: ارسله معنا يرتع ويلعب على يوسف، دزه ويانا، خلي شوية يرتع. يرتع يعني يأكل، طالعين سفرة، يرتع يعني يأكل من لذائذ الطعام والشراب، ويلعب، خلي يلعب. إذا اللعب علما يا مرحلة لمرحلة الطفولة. اتركوا أو علم أو اتركوا أولادكم 7 وأدبوهم 7 وحاسبوهم 7 أو عاقبوهم أو حاسبوهم 7. أول 7 سنوات اتركوهم، خليهم هذه الحياة. وفي رواية عن الإمام الصادق أيضا عليه السلام قالوا: اتركوا أولادكم يلعبون 7، اتركوهم، خلوهم هذه 7 سنوات. ليش؟ حتى يستكشف المحيط اللي هو عايش به، يباوع شنو هذا الشيء، شنو يستكشف. طفل ما يعرف، قليل الخبرة. وأيضا يتعلم الخبرة لما هو القادم، لأنه راح يمر بمرحلة ثانية هي مرحلة العمل. فالله سبحانه وتعالى وضع للطفل هذه المرحلة، قال له: أنت يا عبدي بمرحلة الطفولة أنا ما حاسبك. وحتى رفع عن القلم مرفوع على الطفل، رفع عن أمتي 10 في رواية واضحة، والصبي حتى يبلغ. صبي متروك، ما له علاقة، خليه يلعب. بل بالعكس، أنت إذا ما تخليه يلعب بهذه المرحلة يعيش عقدة نفسية، يعرف وما يستطيع يواجه المجتمع، غير قادر أن يواجه المحيط اللي. وبالتالي شوف كثير من الناس اللي عندهم حالة أزمة نفسية بسبب الطفولة، عاش طفولة. ولذلك الله سبحانه وتعالى خاطب خصوصا: وأما اليتيمة فلا تقهر، لأن يعرف شنو مردود هذه القضية. شوف كثير من الأيتام في مجتمعات اللي ما ترحم الأيتام، يطلعون دول الأيتام تروحوا شوفوا بالسجون، روحوا شوفوا السجون، لو أبوه مسجون، لو أبوه مسافر وعاف العائلة، لو أبوه يتيم. والله سبحانه وتعالى يوصيكم بالأيتام: وأحب الخلق إلى الله، أحب الخلق إلى الله هذا الصبي، الطفل، ذول أحباب الله. واجب عليك أنت كمسلم وكإنسان، حتى لو كان هذا الطفل كافر، أن تراعيه، أن تحافظ عليه وتمهله بهذه الفترة، تخليه يلعب ويطلع، يعني يباع الحياة، يجرب يشوف. طبعا مع كل الأسف مساجدنا خلت من الأطفال، أكو أطفال الصبيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين. صبي اللي هذا اللي يطفر ما عنده استقرار. أما طفل شوية اللي صار مثلا عمره 11 سنة 12 سنة 13 سنة 14 سنة، هذا المفروض يعني بعد ال7 سنوات المفروض يجيبونه للمسجد. لأنه إذا ما تتلقف المسجد، من يتلقفه؟ تتلقف الشوارع والقهاوي والسوالف التعبانة والجهات المنحرفة. فإذا الهوية المسلم لازم على الأقل كمسلم يعرف شنو إسلامه، يعرف شنو يجي طفل. والتعلم في الصغر كالنقش على الحجر، هذا تنقش عليه بعد يبقى طول حياته يجي للمساجد. المفروض احنا نعلم: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أهليكم، أولادك، بناتك، زوجتك، قوهم، علموهم، واجب عليك. فإذا هذه الفترة الإسلام يمهل. بعد هذه الفترة صار فترة البلوغ. وكما قلت لكم اللي فرحة الطفولة يكتسب بها خبرة، لأنه راح يواجه مجتمع صعب. إذا تخلي دائما بالبيت هم يصطدم بعدين بالمجتمع،
مو صحيح. خليه يطلع وانت مراقب له، يطلع وياك عينك عليه، وهكذا تطلع للمحل علمه يجي وياك، خليه هو يبيع هو يشتري، بس يتعلم كتجربه، ونبهه هذا مو هذه بالك هذا من اصدقاء السوء، هذول مو خوش ناس، هذول كذا، تنبهه دائما بحيث يعرف شنو المحيط البيه، يعرف هذا مسؤوليه من؟ مسؤوليه الاب والام، وشرعا مسؤوليه المدرسه اللي الان فلتوا كل الامور المدارس، ما يقدر المدرس يحكي ويا الطالب بسبب من؟ هذا الضرب اللي كان ايام زمان هو اللي علم طلع جيل ناس عندها عقيده وعندها وطنيه وعندها اعراف واخلاق، ويحافظون على الشارع ويحافظون على المجتمع، وعلم نسائنا العفه والحجاب. كانت معلمات طفوله، انا اتذكر المعلمات بالمدارس يلزم اخواتنا يقول علمنهم، يقول لها حجابك جسم لا تلبسين ضيق، لا تلبسين خفيف، حجابك مرتب، بنيه اذا بلغت ممنوع مكياج، ممنوع. وشوفوا المدارس وشوفوا الجامعات، الجامعات لا تتكلم، يعني كانما جايه بعرس، جايه تجي للكليه بعرس، ما ادري هذول ابهاتهم وين، ما ادري. فضلا عن الاختلاط، هاي الملاعب شوف الاختلاط بين الرجال والنساء، وجاي مكيف، جايب زوجته وجايب بنته مكيجه، وهو يشوفها بنته صغيره، بينما الشاب يشوفها امراه، ويباعوا المفاتن، ما يراعون هذا الامر. وجدع الله النبي صلى الله عليه واله يقول اني لغيور، النبي يقول اني لغيور، وابراهيم كان ابراهيم غيورا، وانا اغير منه، انا اغير من ابراهيم. وجدع الله انف من لا يغار من المؤمنين. جدع الله شنو يعني؟ يوم القيامه اللي ما عنده غيره، اللي ما يغار على عرضه، ما يتابع بناته، ما يتابع حجابهن. قول الان هسه اغلب البنات بلا جوارب طلعت، ما اعرف هاي شنو، هاي طلعت لنا جديده، يلبس الحذاء بلا جوارب، وهذا الساق كله هو عوره، هو بدن المراه عوره. فعلى العموم فهذا جدع الله انف من لا يغار من يحشر يوم القيامه، اللي ما يغار على عرضه على بناته مبتور الانف، انف ما عنده، يحشر يوم القيامه. هذا طبعا بالاضافه الى عذاب الله والى اخره هذه. فاذا هذا بالنسبه لمرحله الطفوله. تجي بعد مرحله الطفوله مرحله الشباب. علموا النبي صلى الله عليه واله يقول علموا اولادكم الرمايه والسباحه وركوب الخيل، ماكو مشكله. السباق يسابقون، الرمايه بدون رهن، السباق والرمايه يعلموه حتى يكونوا صلبين، يقدرون يواجهون الاعداء. ليش احنا الان هسه مستضعفنا عدونا؟ لانه لا نصنع سلاح، ولا عندنا رجال قادرين بالمستوى. يعني المفروض احنا اخشوشنوا، يقول النبي صلى الله عليه واله فان الترف يزيل النعم. اخشوشنوا شوي، خلي ابنك عنده خشونه. هذه حاول علمه، قل له تعال شيل هذا الشيء الثقيل، تعال روح اصعد سوي لي القلوب، حط لي القلوب. علمه شويه انه يصير عنده خشونه، لا يصير حاله دائما بالبيت 24 ساعه. المهم فعلموا اولادكم الرمايه وركوب الخيل والسباحه وركوب الخيل، ماكو مشكله هذه بيها. وايضا بعض الالعاب المباحه مثل كره القدم ما عندنا مشكله بها، يلعبون كره قدم، يلعبون بعض الالعاب اللي مثل الطائره، السله، الالعاب هذه اللي موجوده ماكو مشكله بها. وين يكون المشكله؟ وعلى المؤمن كما في الروايه ان يكون له 4 ساعات. المؤمن يقسم وقته حياته 4 ساعات، ساعه يناجي فيها ربه، وساعة ينشغل فيها بأمر معاشه، وساعة يختلو بها بإخوانه من المؤمنين، صاحب أصدقائه يطلع ويا أصدقائه، وساعة يخلو بها بنفسه بما لذ من الحلال، لذيذ حلال، أي شيء حلال يتلذذ به، ماكو مشكلة من الحلال. ما عندنا مشكلة احنا بالرياضة، خلي الناس تطلع وتنفح عن نفسها، وما اريد انا المجتمع يعيش عقد مثل ما بعض يقول والله جادين معقدين. لا، نريد مجتمع سليم صحيح. العقل السليم وين؟ بالبدن السليم. اذا بدني سليم مجتمع رياضي ماكو مشكله، يكون هذا المجتمع واعي ويعرف مثقف، هاي كلها امور جيده، كل هذه امور وين؟ جيده. ولكن لا يكون هذا الامر بمزاحمه،
شنو مزاحمة؟ مع الأمور الواجبة. يعني مثلا أمس عندنا لعبتين مثلا، ايش قد عدد الواعي عفوا المشجعين في هذا النادي اللي بالميناء 30,000 والمنا يمكن 10,000 و15,000، فايش قد يعني عددهم؟ تقريبا 50,000 من غير هذول بالشوارع، يعني في كل مكان مسوين نادي ويتابعون، حاطين شاشة يتابعون. زين، أنا أقسم وأجزم أنه كل هؤلاء اللي عددهم بال50,000 ماكو واحد بيوصل لله. يعني وقت المغرب بصار وقت المغرب، طبعا هذه أيضا من ضمن مؤامرات على الإسلام، هذه من ضمن المؤامرات على الإسلام، أنه اللعبة وين تصير وقتها؟ وقت الصلاة، مزاحمة. لا هو يخليها مثلا ساعة بالثنتين الظهر، حتى الناس تصلي الظهر وين تروح؟ للملعب، وتخلص مثلا من 2 ل5 المغرب ومخلص كل شيء. ولا هو خاله بعد المغرب فساعتين مثلا، فساعتين لأنه ازدحامات وكذا. زين، ولا هو مجتمع واعي. حتى أنا أقول هذا مجتمعنا واعي. وقت الصلاة مثل شفنا بقطر بالكأس العالم، نزلوا المجتمع هسه وقت الصلاة نزلوا رأسا كلهم بالساحة وصلوا ونزلوا يصلون. ما عندنا هذا المجتمع الواعي. إذن لابد أن يكون شنو؟ تقييد. اللهو واللعب ما يضر بطاعة الله سبحانه وتعالى. وأكو منهم راح من قبل صلاة الظهر، قبل كثير من عندهم أصلا لا صلاة الظهر ولا صلاة عصر ولا صلاة مغرب ولا شيخنا ايش دعوة عليك؟ هي يوم بالسنة، ايش دعوة عليك؟ وهو هذا التسامح وهو هذا الترهل بالدين هو اللي ضيع الدين. هاي الأمور هي اللي ضيعت الدين. احنا ما عندنا مشكلة، روح الهو العب، وقت اللعب ماكو مشكلة، بس خلي حافظ على صلاتك. والذين هم على الذين هم على صلاتهم يحافظون، في آية. وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ما قال في صلاتهم، مو هو في أثناء الصلاة يسهو، لا، عن صلاتهم ساهون، يأخرون صلاتهم. هذول لهم ويل. كان ما يصلي شو يسوي له الله؟ شو يسوي له؟ يعني زحمة من الله، زحمة. الأذان يأذن وإحنا 30,000 وكلها رقص، وما أعرف هاي شنو الداخلة في شغلة جديدة جايبين لك من بغداد. شكو واحدة مع يعني فاجرة مشهورة بالتواصل الاجتماعي، شكو واحدة فاجرة، شكو واحد سخيف، شكو واحد ما عنده فد موضوع بخدمة للمجتمع، توعية للمجتمع. وإذا هم جايين منك هم ونساء متبرجات، وهم ذول النساء العراقيات جابوا ممثلة وتبرز نفسها بأيام الاحتفالية كأنما نموذج المرأة العراقية هي هاي. هو هاي نموذج المرأة العراقية؟ هو هاي المرأة العراقية؟ هاي المرأة اللي المجاهدة الصابرة المضحية اللي قدمت ما قدمت في سبيل الإسلام. أسألكم بالله أن هذني وأولادهن وأخوانهن جاهدوا في سبيل الله، جاهدوا في الدفاع عن الوطن. هذني أنا بس أفهم، هذني النساء اللي متبرجات اللي اجى من غير محافظة وجزء حتى من محافظتنا، اللي متبرجات اللي ما يرى عن الدين ولا الإسلام، هذني أزواجهم جاهدوا في سبيل الله، أولادهم راحوا قاتلوا حافظوا على العرض والوطن والسيادة. ذول النساء العفيفات المؤمنات الصالحات، واضحة؟ لو هذن اللي حافظن، المفروض ثلة من النساء المحجبات يسوون انشودة يبينن يعبرن عن مجتمعنا المسلم، مجتمعنا المحافظ. ما بيه شيء، ما عندنا مشكلة احنا. هاي هذا غيده. جايب لي مغنية، جايب لي مغني، وجايب لي واحد ما تاريخه، فتسوي هذول هم القدوة وهم النموذج. هذا مو صحيح. وتعطيهم ملايين الدولارات، وضحت؟ قسم ملايين دولارات وملايين الدينارات، ملايين. يعني ماكو دقيقة واحدة 300 مليون دينار، 20 دفتر. ليش؟ شنو؟ هاي المبالغ أدعم بها الناس المؤمنة. فالمؤسسة مال هاي المكفوفين أجيبهم يقولون فانشودة، مال المكفوفين مال المعوقين أجيبهم يقولون أنشودة وأعطيهم إياه هاي الأموال. خلي شوي يصير عندنا وعي.
زين ما يخالف، احنا هسه صرفنا على تغطيه هاي البيوت التجاوز، صرفنا 45 مليار دينار. 45 مليار دينار. انا بنيت بيوت للفقراء كلفني البيت من 30 الى 35 مليون دينار. زين هاي ال 45 مليار، اسالكم بالله 35 مليار تبني 1000 بيت. 1000 بيت، 1000 بيت من هاي البيوت المساكين المستضعفين. انا بدل ما هذا الامر ابويا هاي 30 مليون بسرعه شيل غراضك واطلع روح دبر حالك، وسجل اسمه. اذا شفتك قاعد بتجاوز مره ثانيه اذبك بالسجن ما تطلع بعد. ليش؟ ابني لهم مجمعات، ادز على شركه صينيه ادز عليها يابا بيوت جاهزه ما تكلف دفترين. البيت احسن بيت 200 متر او 150 متر يكلف دفترين. هاي البيوت الجاهزه تجي شركه صينيه تبني لنا بيوت جاهزه لهاي المساكين لهاي الفقراء. ليش؟ هذا التبذير مال البلد ليش؟ زين نسال، انا ما عندنا مشكله والله العظيم، انا اشجع الرياضه وباوع الرياضه ما عندنا مشكله، انا وعيالي هم نباوع، احنا مو معصومين، هم نباوع مثلا. بس مثلا اكو اشياء اهم، يعني انتم صرفتوا مليارين دولار على لعبه ما يخالف صرفتوا، زين المفروض تباوع وشيل هذول اهل البساط وافتريتوا عليهم واحد ما خليت بسطيه بالعشار ولا بالاقضيه والنواحي، شلتن كلن ذني ظاهره مو حلوه، وانا وياك هاي ظاهره مو حلوه مو جميله. زين وفر لهم مصانع، سوي لهم شجع الزراعه، يعني ما شفناك بس تسوي ارصفه وتسوي تصبغ. احنا يا سياده المحافظ يا رئيس الوزراء ما شفناكم سويتوا بس شوارع على عيني وراسي ومجاري وخلف الله عليكم وتعبكم هذا جيد، وانا من المداحين لكم في هذا المجال، جزاكم الله خير. سووا الان نحن ننتظركم تسوون فشيء به فائده للمجتمع. عندنا مدى ما دولة يرجعون باكر ايام تخلص اللعبه هم يرجعون اهل البساطي. انت شجع الزراعه، شجع الصناعه، ويابا كل من يسوي له فد ورشه عمل انا ادعمه، نجاره، حداده، معمل الومنيوم، كل مجموع يابا ادعمه. هذا المبلغ سلفه لكم، مو سلفه، اعطيهم اياه هديه، اعطيهم اياه بس يكون صدق ما عنده فقير ما عنده لا معينه ولا لا عنده وظيفه، اذا موظف شيله ذبه بالسجن، اذا ثبت هذا موظف ذبه بالسجن. بس اذا مو موظف وما عنده فرصه عمل وعنده عيال وعايش على المخدر، على يبيع جواريب، يبيع هكذا، اكو ناس فقراء ومو كلها يعني مع احتراماتي. فاحنا ما نريد هذول يرجعون مره ثانيه اهل البساطي، وفر لهم فرص عمل ربع من هذه الاموال اللي انفقتوها، ربع من عندها، لا نص ربع، نص ربع من هذه الاموال اللي انفقتوها 500 مليون دولار، انفقتوها 500 مليون دولار، سووا ورش عمل، معامل نجاره، معامل حداده، سووا مشاريع موطه بدل ما نستورد الموطه والالبان والاجبان وهاي الصعاديات اللي ملايين الدولارات تحترق كل ما يفوز العراق، وكل براس السنه ملايين. 145 مليون دولار احترقت براس السنه، تدرون لو ما تدرون؟ هذه بس الصعاديات 145 مليون دولار. تقول شنو قيمتها؟ ب1000 دينار، واحد بربع دينار، بس تجمع ملايين الدولارات. فاذا بدل ما هذه احنا نصنع مصانع، نوفر للبطاله، نقضي على البطاله. ليش تصير المزاحمه بس على الوظائف؟ كلها تريد وظيفه، ماكو اي دوله بالعالم تقول لك ما اقدر اوفر لك انا وظائف، عندك 40 مليون نصهم رجال، انا اوفر لي 20 مليون تعال كلها وظائف، ما لكو شيء. هاي دوله فاشله. فاذا شلون انا اشجعهم؟ يا بهاي دولم روح زرعه، هذا لا زرعته الك كهرباء مثلا، الك اسماد، الك اكرم لك قاع واعطي بذر واعطي كذا، وهذه الك اذا زرعت الارض وطلعت لي ناتج، هاي الجمهوريه الاسلاميه جاي تسوي يعطون الفلاح مثلا 20 دونم، يقولوا له هاي زرعهن ذني مشون على الهكتار او 1000 متر، يا بزرعهن. اذا زرعت 50% يسقط من قرضك 50%، زرعت 60% يسقط من قرضك 600، زرعت 100% كل قرضك يطيح. هاي طريقه حلوه. جيبوا
أبقار استورد منها استراليا وغير استراليا 10,000 بقرة.